السلام. اليوم الخو جي لكم بالجزء الثاني من القصة ديالنا. المهم كيف ديما متنساش معاك ديك لايك، تابونا في القناة، وحط معاك شي كومونتير ولا جوج كومونتيرات. نحاولوا نوصلوا هذا الفيديو هذا لديك قليله بعد هذيك 60 لايك بالهكاك، باش على الاقل نردو التفاعل ديالنا، حيت كنشوف هاد الاخر هذا التفاعل راه نزل بواحد الدرجه اللي كبيره بزاف. المهم ما نطولش عليكم بزاف، ويلا نبدا لكم الجزء الثاني. بديت كنراجع حتى وصلت الوقيته ديال الغدا. موراها تغديت، وفاش تغديت مشيت للبيت وبديت تنسمع الدقان في الباب. نتباش نحل الباب، لقيت الخوادريه ديجا اصلا حلت الباب وكتسالم هي وصاحبتها غزلان. المهم جات لعندي وقلت لي واش نراجعو، قلت لا. مشينا دخلنا البيت وجات لعندنا اختي، بدينا كنراجعو كاملين. المهم غادي نسكيبيو شويه الوقت، حيت هادشي كامل اللي جاي غير كيتعاود، حتى بقات 3 ايام باش ندوزو الوطني. كيف ديما جالس كنحفظ حتى كنسمع الوالده عيطات ليا باش نمشي نتغدى. مشيت لعندها ولقيتها حاطه الغدا هي والخوادريه. جلست معاهم وقلت لها واش ما غاديش يجي الوالد. قالت لي راه قال لي غادي تعطل شويه، اش قال لك بغا يجيب شي حاجه. قلت لها صافي. قبل ما نسى الخوت بعدا الوالد خدام تيبيع الخضره. المهم بدينا كناكلو حتى كنسمع شي واحد تيدق في الباب. قلت انا غادي تكون غير خزلان، هاد المره واقيلا جات شويه بكري. المهم نتباش نحل الباب، لقيت الوالد وهز في يديه واحد 2 ميكات. حليت له الباب ودخل، مشى نيشان للكوزينه، حط دوك 2 ميكات وغسل يديه وجا جلس معانا باش يتغدى. المهم بدينا كنتغداو حتى سالينا. يلا بغيت نوضو ويقول لي محمد واش ما سولتينيش على داكشي اللي كاين في دوك 2 ميكات. قلت له علاش بالضبط؟ غادي يكونوا غير شي حاجه جبتيها، شي خضره ولا شي لعبه بحال هكا، شي قضيه. قال لي لا، راه داكشي فيه شي لعيبات غادي عاونوكم انت واختك باش تحلكم الدماغ باش تركزوا على الوطني. قلت له واش تقيوتات؟ قال لي مشيت لواحد الميكا وحليتها، لقيت فيها الزبيب وكاوكاو واللوز وداكشي اللي المهم راكم عارفين داكشي اللي كيحل الدماغ. قلت له واش ميكا ديالي وميكا ديال الخوادريه ياك؟ قال لي في بلاصه جات عندي اختي وطيرات لي ديك الميكا اللي في يديها. فشكل هاد البنت هادي خصني حتى نشدها شي مره نصلخها عاد باش تولي تحترمني. المهم زيد ديك الاخرى وديتها للبيت. بديت كنقلب داكشي فهاد الوقيته هادي تنسمع شي واحد تيدق في الباب. مشيت حليت الباب لقيت غزلان دخلت لعندنا وجات جلست معايا في البيت. عطيت لها شويه باش زيدت تحل الدماغ، واخا انا اصلا واخا ناكل ما نعرف شنو ما غاديش تحل لي الدماغ. انا ناوي على الفي اي بي، اما داكشي الاخر ديال المراجعه وداكشي غير تندير الخاطر الوالدين وصافي. المهم بدينا تنراجعو ومره تنضربو شويه من داكشي حتى سالينا المراجعه كامله. المهم مشات غزلان لدارها وجلست انايا في الدار مسركل شويه في انستغرام وفيسبوك حتى شي شويه زيت عاوتاني باش نراجع، واخا هكا خصني نراجع باش تخلي شويه للراس. المهم رجعت ديك العشيه وبقات يومين. النهار الاخر هو اللي غادي نراجع فيه، من النهار اللي غادي يبقى وغاديش نراجع فيه، حيت خوكم مبارك عليه غير داكشي اللي حفظ فات 3 شهور بغى يريح دماغو هاد النهار هذا باش ما يتخلطش عليه داكشي. المهم داز دوك يومين وجا النهار فاش غادي نمشيو ندوزو الوطني. تلاقينا انا وغزلان ومشات معنا الخوادريه. تلاقينا في واحد الكوان غاديين في الطريق تندويو غير على الحساب داكشي اللي راجلنا. وصلنا لليسي وواحد الاجواء بالرجوله في شكل، حيت ضروري غادي تمشي النهار الوطني بكري. وفهاد الوقيته هادي تنشوف قدامي بزاف ديال الخلق، اللي كيريقل التنيقلات، اللي جاي مع في اي بي تيريقلها من دابا، اللي التليفون ديالو تيقطع له زعما تيدير له مود افيون باش فاش يدخل القسم ما يلقاوش عاد مورا فاش لحو التسريبات هادي يدخل هو زعما السيد راه مطور. حسب له غادي يدوز الجياوي. المهم بديت تنشوف دوك الكوارث وبصراحه جاتني الخلعه نورمال، حيت الا ما جاتكش الخناقه النهار الوطني عرف راسك راه يا اما الدماغ ديالك ميت يا شي حاجه اخرى. المهم بديت تنشوف داكشي وجاتني الخلعه. نطقات غزلان وقالت لي وجاتك الخلعه حتى انت؟ قلت لها ضروري راه الوطني هذا، وقت اللي يلقاو عندي في اي بي غادي يسقوا دايرين بيا تقرير فيها نقدر نمشي كاع حتى للحبس. قالت لي داكشي علاش خير لك بلا ما تستخدمها، اعتمد غير على داكشي اللي راجعتي، على الاقل بعدا تجيب غير شي نقيطات.
هاني الا ما جبتيش الباك. المهم هو ما توسخش الدوسي ديالك. قلت لها ما عرفتش شنو غادي ندير. المهم ليها قالت لي اللي بانلك. المهم داكشي اللي كان في الوقيته هادي تنسمع داك الصونيت ديال لي سيتي صوني. المهم بدينا تندخلو خوكم عاد دابا عاد زاد الخلعه ديالو كتر، وما عرفتش من طويله جيت بالضبط، حيت عاطين لينا غير الرقم ديال القاعه والرقم ديال الطويله، اما بالضبط فين جيتي اش من قاعه، واش الوسطانيه ولا اللورانيه ولا القداميه، داكشي ماشي سوقهم فيه. المهم اصلا غزلان ما جاتش معايا في القسم، وهاد البلان هذا بصراحه وكان جات معايا وكان غادي توريني بزاف ديال البلانات حيت هي فاهمه مزيان وحافظه. المهم بقينا جالسين وسط الساحه وكنتسناو الوقيته فاش غادي يصوني داك الجرس باش ندخلو نيشان القاعات. فاش كيصوني واحد الجرس تدخل ليسي، تبقاو مجموعين كاملين في وسط الساحه ديال ليسي، عاد موراها تيصوني واحد الجرس باش تعلموكم زعما باش تدخلوا الاقسام. المهم الا فايتلك دوزتي راه غادي يكونطرا لك هاد البلان، والا مازال ما دوزتيش راه هادشي اللي تابعك. المهم بدينا كنتسناو حتى صونا داك الجرس، تركنا نيشان القاعات ديالنا، مشات غزلان القاعه ديالها، دخلتو تما كنت نشوف معايا غير بنادم اللي كبير. الحياة كيتشايرو. بديت كنقلب انا على الرقم اللي عندي في ديك البطاقه اللي عندي في يدي حيت مشيت خرجتها من السيبر. المهم بديت تنقلب حتى لقيت الرقم ديالي. فاك جيت في الطاوله الاولى وهذه حشيه زوينه. المهم بديت جالس وتنشوف قدامي الاساتذه بجوج وكيشوفوا فيا نيشان، ولكن البلان اللي زوين هو اغلبيه ديال الاساتذه ما تيحداوش اللي في القدام، تيحداو اللي في اللور. داكشي علاش هذا بلان اللي زوين ويقدر يعاونني باش نقل. المهم بديت جالس حتى شي شويه تيجيب لنا داك خونا اللي كيجيب دوك الوراق، ما عقلتش شنو سميتو، تيجيب دوك الوراق ديال باش هادي دوز الوطني، جابوهم وعطاهم لخوتنا في واحد الظرف اللي صفر. المهم شدوهم خوتنا في الله وقال لهم ما تجبدوش الوراق حتى تسمعوا الصونيت الثالث. قالوا لي صافي. المهم بداو كيتسناو واحد الاستاذ جبد التليفون بدا تيخربق. المهم انا بديت غير مركز كيفاش غادي ندير نجبد في اي بي وكيفاش غادي ندير ركبه تفوق انا ليا نركبها من برا. المهم بديت جالسو كنتسنى غير باش تصوني، صوناتو بداو تيفرقوا علينا الوراق. المهم فرقوا علينا الورقه ديال اللي غادي تخدم فيها، وديجا اصلا فرقوا علينا ديك الوراق اللي كدير فيهم الوساخ وداك الشيء الاخر. المهم فرقوا علينا داك الشيء ودرت راسي راني تنخدم. بديت تنقرا اصلا الاسئله هما الاولين باش نشوف واش عارف شي حاجه، الا عارف شي حاجه بعدا نخدمها، الا ما عارف شي حاجه نخليها هي التاليه. قبل ما ننسى بعدا اسفيتي هي اللي كانت عندنا الاولى وهي اللي كندوزو الاولى. المهم بديت تنقرا في داك الشيء وفهمت شي لعيبات وكتبتهم، وخا داك الشيء اللي خدمت كامل يلا المجموع ديالو 2 نقاط، حيت عارفين في الوطني راه كتكون على السؤال 0.25، وبعد الاسئله اللي كيتعاملوا معكم تيحطوا لكم ديك 0.5. دوك 7 الوراق خلاص راه شي حاجه الاخر. المهم بديت تنخدم في داك الشيء داك الشيء اللي فهمت خدمته، وداك الشيء اللي ما خدمتش اللي ما فهمتش خليته هو الاخر. صافي هاد الوقيته زعمت وبغيت نركب في اي بي. داك الشيء اللي كان بديت تنركب فيها حيت الاساتذه بجوج كانوا اللور، كل واحد شاد 2 صفوفه وانا كنت في الصف الوسطاني. المهم بديت تنريقلها حتى ريقلتها كامله وشعلتها. صافي ديك الوقيته بدا داك الاستاذ تيفتي عليا وانا كنقل، حيت هو اصلا ديجا وصلوا التسريب ديال الوطني. المهم هو اصلا خدم داكشي وبدا كيفتي عليا. المهم خدمت داكشي والحمد لله دز العلوم مزيان ونقدر نجيب فيه القليله هي ديك 15. المهم بديت كندوز وحده مورا وحده حتى بقى النهار الاخر هو اللي غادي ندوز فيه الفيزيك، وهذا النهار هذا هو اللي غادي يطرى لي فيه واحد البلان اللي خايب بزاف. داكشي علاش ما غاديش نحرق عليكم وغادي نكملوا القصه بشويه. المهم كيف ديما غادي هاد الصباح هذا انا وغيزلان والخوادريه وفرحان بزاف حيت داكشي كامل اللي دوزته مزيان والحمد لله خدمت مزيان وما شدونيش كاع. المهم غادي وفرحان وكدوي معايا غيزلان وكتقول لي انت اللي مزيان هالك كتنقلب في اي بي وما كتخدمش كاع الدماغ ديالك وانت خدمتي كلشي. قلت له ضربيني بلاين تيسقوا هاد الصباح هذا مقبسين عليا انا الاول. قلت لي صافي عرفت نضحك معاك. المهم وصلنا الليسي وهاد الصباح هذا كنا داخلين مع الاشرا، تعرفين
الماده الاخرى اللي كتكون مدوز راه تيتعاملوا معاك وتيخليوك تنعس شويه. المهم وصلنا لليسي ودخلنا، مشينا للقاعه ديالنا وبدينا كنتسناو عاوتاني بين ميدسوني باش يفرقوا علينا الوراق. بداو تيفرقوا علينا دوك 7 الوراق عاوتاني. المهم بديت تنقرا في داكشي وبديت تنخدم شي بلانات، حيت فيزيك خدمت فيه شحال من بلانات وكنت فاهمو شويه. المهم بديت تنخدم فيه حتى خليت داكشي اللي بقى الاخر هو اللي ما فهموش. الا بغيت نركب في اي بي حتى كنشوف اللجنه داخله فاك، انايا تجيني نيشان عليا. صافي ضعت، جا لعندي نيشان وقال لي تبارك الله عليك ولدي، عطيني سميتك. قال لي بلاش هي مكتوبه انا. شافها في الطاوله وقال لي زيد معايا. هز دوك الوراق ديالي وحطهم عند الاستاذ، قال لي هذا كتب عليه حالة غش. تحركت انا وياه غاديين والخلعه شداني ناري، صافي ضعت. المهم غاديين وتحركنا نيجان الاداره ديال ليسي. المهم بدينا جالسين تماك شويه وقال لي تسناني برا. بديت جالس كنتسنى برا حتى كيبان لي واحد الاستاذ كنت عزيز عليه وكنقراو نيت عنده الفيزيك. المهم جا لعندي وقال لي ولدي محمد اشنو طاريلك؟ قلت له استاذ عافاك مدوي مع هاد خونا هذا اللي في اللجنه راه جا قبص عليا الصباح هذا ولقى عندي في اي بي. راه انا خدمتها غير حيت ما خدمت والو في المواد الاخرين. المهم طلقت عليه وبديت تمسكن عليه حتى قال لي صافي انا غادي ندوي معاه غادي نحاول نقنعو باش ما يديرولكش حاله غش. المهم قال لي واش خدمتي بعدا شي لعيبات قبل ما تجبد الفي اي بي؟ قلت له ضروري راك عارفني يا استاذ، راه عندي ما فيزيك، راه غير مبغيتش نجيب فيه شي نقطه اللي ناقصه باش نجيب مزيان في الوطني، حيت المواد الاخرين انا ما خدمتش فيهم والو. قال لي صافي ولدي انا غادي ندوي معاه دابا. ندخل الاستاذ عند داك خونا اللي كاين في اللجنه، مشى عنده بدا كيدوي معاه. تيقول له داك خونا اللي في اللجنه هو استاذ وغير فهمني. خونا دابا تينقلب دوا مع داك الاستاذ وقال له ايه راه عارف راه نقلب لي في اي بي، ولكن راه هادي اول ماده غادي نقلب بها. واش بغيتي مسكين العقل بعدا يجيب غير هذيك 10 غير يفرح الوالده ديالو. واش بغيتي دابا مسكين يعاود العام ويبقى في هاد الليسي هذا ديما؟ حشومه عليك حتى نتوما بعدا خليو شويه بنادم يدبر على راسو باش يدوز هكذا الوقت غادا. قال له استاذ فهمني راه في اي بي راه محرومه على كل شيء، وراه الا بغيت نتخذ معها شي قرار القليله هي غادي نحط له صفر في ديك الماده، اما راه الاكثريه راه غادي خصو يمشي للحبس. قال له ولا الحبس ما نوصلو ليش عاوتاني؟ واش بغيتي الدري مسكين توسخ له الدوسي ديالو؟ قال له راه ماشي انا اللي غادي نوسخ له الدوسي ديالو، راه هو اللي وسخو بيديه، اش دا يمشي يشري في اي بي. نطق داك الاستاذ وقال له شرا في اي بي ولكن راه ما خدم بها والو. في ديك الوقيته فاش يلاه كان باغي يجبدها راه نتوما قبستو عليه، اما داكشي اللي خدم الاول راه غير من دماغه، ولا بغيتيه كاع يحلف لك بالله يحلف لك به. شاف فيا داك خونا اللي في اللجنه ودار شاف الاستاذ قال له لا هذا واخا يحلف ليا بالله ما غاديش نضيقو. وتلاعب جبد ليا الضحكه ولكن ما بغيتش نضحك، دار راسي زعما راني بقى فيا الحال زعما راني مضرور. المهم قال له صافي انا غادي نتخذ معاه واحد الاجراء اللي زوين بزاف. قال له الاستاذ ما هو؟ قال له غادي نقول له استاذ صافي يشد له الورقه ولكن ما يديرش ليه حالات غش، يحسب له غير داكشي اللي خدم دابا. شفتي انا وقلت له استاذ صافي غير هادشي اللي بغيت منك. قال لي اسكت انت. والله كان ماشي الاستاذ اللي رغبني، والله حتى نحط لك صفر ونصيفطك الحبس، ولكن عندك الزهر. قلت له استاذ شكرا لك بزاف استاذ. قال لي ولدي غير ما تعاودش دير بحال هادشي، راه غير جيتيني ولد اللي ظريف وفاش كنتي كتقرا عندي كنتي مؤدب بزاف، اما راه ما غاديش ندير معاك بحال هادشي. قلت له شكرا لك بزاف استاذ. جرني داك خونا اللي في اللجنه وداني نيشان القسم ديالنا، قال لي في الطريق طلب الله على الله خونا في الله ما يكتب لك شي حالات غش، الا كتبها صافي ما عندي ما ندير لك، ولكن الا ما كتبهاش عرف راسك راه الزهر معاك هاد الصباح هذا. قلت له كان معايا الزهر وكان كاع ما تلقانيش عندي في اي بي. قال لي انت ما يصلحش بنادم يدير فيك خير، زيد نرجعوا للاداره. قلت له لا استاذ غير كنضحك معاك. المهم كملنا الطريق ديالنا وصلنا للقسم، مشينا سول الاستاذ واش دار حالات غش ولا مازال. قالوا له الاستاذ لا مازال، عندنا وين نديرها. قال له صافي بلاش غير خلي عندك دوك الوراق وحسبهم بحال راه الدري دوز غير هادشي اللي مكتوب لك دابا في الوراق. قال له صافي ما بغيت نتحرك ويجي عندي داك خونا اللي في اللجنه قال لي دخل سني بعدا الوراق، مالك فرحان بزاف؟
دخلت سنيت دوك الوراق اللي خصني نسني باش يعرفوا بلي راني دوزت الوطني. المهم خرجت لقيت داك خونا اللي في اللجنه كيتسناني، قال لي هاك هاد الفي اي بي ديالك وعندك تعطيه لشي واحد باش ما يطرالوش كيف ما طرالك دابا. قلت له شكرا ليك بزاف استاذ.